نجا من محاولة إجهاض ليصبح أفضل لاعب في العالم. هذه القصة ستبقى أسطورية. كريستيانو رونالدو عاش طفولة صعبة بسبب الفقر وإدمان والده على الكحول. قررت أمه أن تقوم بإجهاضه، لكن الطبيب رفض ذلك. كانت هذه فرصته الكبيرة للنجاة. في سن 12 من عمره غادر رونالدو جزيرة ماديرا الصغيرة ليستقر بمفرده في لشبونة وينضم لأكاديمية سبورتينغ، تاركا مستقبله في الدراسة ومتجها نحو مستقبل كروي مجهول. لم يكن الأمر سهل وهو فقير بدون دعم مالي من والديه. متشبثا بآماله وأحلامه، تعرض للسخرية من رفاقه في النادي بسبب لهجته القوية. في سن 15 تم تشخيصه بعدم انتظام دقات قلبه، وكانت ضربة كادت أن تعيده إلى دياره، لكنه خضع لجراحة مهدت الطريق أمامه، وبدأت طريق النجاح تتجه نحوه، وبدأ يصنع ألقابا عالمية جعلته أفضل لاعب في العالم.